ومصر عارفة وشايفة وبتصبر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. وهذا الملف الذي بعد أن كانت الأمور قد هدأت فيما يتعلق بصفحة أسفين يا ريس، أو قل إلقاء الضوء عليها، عادت مرة أخرى أسفين يا ريس مع عودة المحاكمات، وأيضا مع القرب صدور الأحكام على المتهمين. وبعتذر ليكم وبعتذر أيضا للأستاذة سهى، لأنه الأستاذ كريم حسين الضيف الأصلي للحلقة اللي كان رافض أنه هو يدخل جه وأصر دلوقتي على الدخول. الأستاذ كريم، اسمح لي أسألك، أنت حضرتك وصلت لحد القناة وما رضيتش حضرتك تطلع، وبعدين حضرتك أصريت أنك تعمل مداخلة، وللأسف فعلا أنا يعني بعترف إني رفضت أن حضرتك تعمل المداخلة، لأنه مش متفاهمة أبدا فكرة أنه حضرتك رفضت داخلين مداخلة، فأنا الحمد لله دخلت الحلقة أحسن مداخلة. نكمل. نعم. حضرتك رفضت نعمل مداخلة؟ لا معلش، اسمح لي دخلت الحلقة. يعني دخلت الحلقة، انت دخلت الحلقة بموافقتنا. رقم واحد. رقم اتنين، انا بس لانه كنت عايزة الاستاذ اللي كان مكان حضرتك استاذ عمرو قال ان حضرتك رافض تطلع على شاشة القناة، ورافض ان حضرتك تكون معانا، وان حضرتك مش موجود اصلا، والدليل اهو ان حضرتك موجود اصلا. اولا هو ما كتبش في اي حاجه، انا فعلا رافض ان انا اطلع في قناه مدن. طب وايه اللي خلى حضرتك تطلع دلوقتي؟ ايه اللي خلى حضرتك تيجي من الاصل؟ حضرتك مش سالتيني؟ ما انا بسال حضرتك اهو دلوقتي. اساليني. لا لو سمحت، مش انت برضو اللي هتخليني ادير الحلقه ازاي؟ حضرتك دلوقتي لو هتجيبيها من جانب واحد هتنسحب. جانب واحد. لا يستحب. لا طب امال ايه؟ لا لو سمحت، انا لسه ما خلصتش السؤال. مذيعه في قناه الجزيره، فاحنا عارفين انتمائك الشخصي، وانا كنت شغاله في قناه الفرعين الفلول، اشتغلت في قناه الفرعين للفلول، فاحنا عارفين انتمائك الشخصي. انا اشتغلت في الفرعين 3 ايام قبل ما يبقى فيها فلول ولا غير لا كنت 3 ايام يا فندم. فبعد اذنك بس خليني اقول لحضرتك حاجه. الجزيره بقى حضرتك مؤيد ومعارض ما بيسمحهاش اتفرج عليها غير اصحاب الاجندات المعروفه، مش دي والله. طيب دلوقتي مش قصتك خالص، تاريخي انا. عايزه بقى اعرف تاريخ حضرتك ايه. لا مالكيش ان انت تعرفيه. ليه ماليش انا ان اعرف؟ انا اسفه جدا. مشاهدينا الكرام، انا بشكر استاذه سهى شديد الشكر على المداخله، واسفه جدا فعلا ان حطيت حضرتك في موقف زي كده، وبعتذر ليكم مشاهدينا الكرام بالفعل، لانه كان من المفروض اننا على الاقل نحدد مين هيكون معانا وازاي بيتكلم. مشاهدينا الكرام، انا اسفه جدا مره اخرى، وغدا باذن الله تعالى يتجدد اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لانه مش هندير الحلقه